مساء الخير عليكم. اليوم جيت نطيب لكم بواكاسي كما راكم تشوفوني نقي فيها حبه بحبه باش نحي هاد الحبيبات الصفوعه، باسكو لازم تكون خضرا كيما هكا. دوك نقولكم الوصفه واش لازم ديروا. المهم شوفوا، بعد ما صفيت كامل البواكاسي تاعي نقيتها حبه بحبه، معليش عندي الوقت، ديروا اللايك وديروا ابوني باش تطلع لنا لاشين. المهم بيتها في الماء الكامل حتى ولا هكا شغل تنفخت لي شويه. شوفوا ما شاء الله غير الحبات الخضوره. الله الله، واش تحقي في الوصفه تحقي هاد البواكاسي تاعك بيتها في الماء قلت لك وشللتها ونقيتها. عندي البصل نكون قطعته هكذا، شوفي ما تسكرفجيش. تسحقي بطاطاتين نقطعها كيما البصل، شوفي اون بتي دي هكذا باش تملق لك، باش يعني تخطر لك المرقه تاعك ما تجيكش جاريه. لي زيبيس تحقي فلفل الكحل والملح، وهنا درت نص حبه جامبو باش تقلب لنا، باسكو الطبق ما راح نديروه بالدجاج ولا باللحم. المهم وتسحقوا المعدنوس باسكو البواكاسي تحب بزاف المعدنوس. الحاجه الاولى اللي ديريها تحكمي القدره تاعك هذه الصغيره، وديري البصل يتقلى. طالي البصل لداخل تخليه يتقلى ابتي في مع شويه زيت. نقصي النار وغطيه باش يتقلى لك على قانح. وشوفوا مع البصل حبيت ندير هادو مع العواد نتاع المعدنوس باش يعطوا بالنشاب. هذوك العواد جامو ترميهم توجو، قطعيهم هكا رقاق ورميهم مع البصل لا مع الدجاج كي يكون عندك وصفه باللحم دي بونسونس بلونش. المهم راكو تعرفوا هادو ما جامي نرميهم انا يمدوا بالنشاب باخر من الورقه، باسكو البنه تاع الصحكه فيهم. هنا كيما العاده كي تشوفي البصل تاعك بدا يتقلى باش ما يتحرقناش مع الاول ما درنالوش الزيبيس، مي دوكا نديرو فلفل الكحل والملح. قلت لكم درت نص حبه جامبو باش تطلق لي البنه، بس ما نديرو لا بالدجاج لا باللحم. هذه وصفه اقتصاديه بزاف للناس اللي ما عندهمش. المهم هاي لك وخفيفه وشابه. وهاد الوصفه تاع الشتاء حتى ايامات الشتاء الله يبارك شحال بنينه. شوفوا هكذا خلوه يزيد يتقلى مليح. هذاك البصل كديروا له الزيبيس يزيد يتكرمل، فهمتوني؟ لازم يتشوى الله باش ما تبقاش فيه الريحه. انا باش تربحي الوقت ديري شويه ما يغلي مع بوش تاع القرص وشويه تاع الملح، وديري هذيك البواكاسي تاعك تغلي، ماشي تغلي بزاف يا ربي، واحد 10 مليون هكذاك خصك تنحل هذيك الصفاره تاعها. كيما على بالكم البواكاسي هي عباره عن جلبانه مجففه، فهمتوني؟ وما تدخلها شويه طياب تنحل هذيك الريحه تاعها هكذا، شويه قرص شويه ملح، خليها تغلي واحد 10 مينوت 15 مينوت ماكسيموم، ماشي حتى طيب لك كامل. وهنا كي تشوفي البصل تاعك شغل بدا يلصق باسكو درت له لي زيبيس. قلت لكم لي زيبيس خلوهم دائما حتى يدخل له طياب. شوفوا كي هو يتقلى الله. نزيد نرمي له ديك البطاطا تتقلى معاه هايليك. ندير البطاطا باش زعما شغل من بعد تجينا المرقه خاطره شويه ما تجيناش تزغلي والماء يغلي. ها هبطي بهدلتينا هبطي. المهم هايليك خليها تقلى تعطي بدنا او ميم طون يدخلها طياب الله. ما حبيتش ندير الجزر هاكو على بالكم. المهم درتها غير بالبطاطا هايليك. المهم شوفوا هنا غليتها ما نكذبش واحد 20 مينوت هكذاك حتى طرات لي شويه، وشللتها مليح مع داك القرص. هنا الجواز تاعي يكون بدا يتقلى شغل بون ماشي بدا يتقلى، ديك البطاطا كانت تقلات ديجا. شوفي كيفاش راهو البصل داب لي الله. شوفي نورمال هذيك البواكاسي تاعنا تزيد تشرب هذاك التقليه باش تعطي بنه، فهمتوني؟ هايليك تشرب هذيك التقليه مليح. هايليك خليها هكذا ونقصي النار باش ما تفسقلكش. نزرموا لها شويه معدنوس. حباكم بلي البواكاسي تموت على المعدنوس، هي الشغل تاعها كتجينا خضرا هكذاك. كاين اللي يطيبوها بلا صوص طوماط ما بيش، انا سمحولي انا نحبها بهذه الطريقه. شوفوا اذا خليها تشرب شويه طياب وميم طون ديري الماء يسخن باش تمرقي باسكو تنشف. شوفي انا قلت لك تتقلى واحد 5 دقائق باسكو تنشف بدا تشرب هذاك الماء. المهم تكوني توجو خليتي الماء يسخن وتمرقي لها هكذا. تمرقي لها مليح. زيدي لها شويه النار وخليها طيب. خليها تكمل طيابها مليح في هاد لاصوص هايليك. عطي لها بون مومون باش طيب، باسكو بالكم بلي شويه تجيكم يابسه، لازم لها شويه وقت. تحب المعدنوس ما تفلسفوش.